السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة البنات، إن شاء الله تكونوا بألف خير الكل. رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب مدة كبيرة. حبيت نشارك معاكم فطورنا. ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم يعجبكم، وبالطبيعة كان عجبكم ما تبخلوش عليه باللايك والاشتراك في القناة كانك اول مرة تدخل قناتي وتشوف فيديوهاتي، وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، وبالطبيعة كومنتارياتكم فضلا وليس امرا، هذيك اللي تشجعني وتحفزني باش نهبط لكم برشا حاجات. عندي مدة ما هبطتش في القناة لأسباب صحية، كيف ما قلت لكم عملت عملية. الحمد لله يا ربي، هاك بديت نسترجع قوايا شوية وقلت خليني نرجع يعني نهبط لكم نشارككم. هاكا قلت هدي نحي البخل وقومي صوري لهم فيديو، بحكم اليوم يعني ذبحنا فروج عربي. هاكا حبيت نشارككم فطورنا لليوم، ان شاء الله يعجبكم. وباش نعطيكم طريقتي في المقرونه. البنات بالرسمي مقرونتي بنينه برشا، كمان شهيكم بالطبيعه، هذا ماهوش رايي انا، راي الاغلبيه. وبالطبيعه كل واحد وطريقته، راهو فهمتوا يعني. هذه طريقتي، واكيد ثم برشا ناس عندهم طريقه اخرى. والطرق الكل بالطبيعه بنينه. نحب نتعلم منكم وتتعلموا مني، إذا كان غلطت في حاجة بالطبيعة تصلحولي. النصيحة من الدين. أول حاجة بالنسبة للمقرونة ديما نقليك الفلفل المرة الأولى، الفلفل الأخضر نحط فيه شوية ملح ونقليه. وبعد نحط الطماطم معجونة. نحط 4 مغارف، بالنسبة للرطل نعمل عليه 4 مغارف، الحق نحبوهم طماطم معناها مش خفيفة ياسر. المقرونة ديما يا واحد يعملها على قاعدة ولا لا. ونفوح الكل، شوية ملح شوية فلفل أكحل إذا تحب، والله نسيت منعرفش عملت ولا فلفل أكحل. حطيت الحمص زيادة خاطر باش نعملها مقرونة فل. حطيت الفلفل الأحمر عملت أكثر من 4 مغرفة شوية، يعني شوية هكا خاطر محرحر هكا حر شوي. وحطيت الفلفل الشايح هذاك كيف ما تشوفوا، هذاك بالرسمي يفوح على الاخر المقرونة. وحطيت اللحم وخليتهم يتقلوا الكل مع بعضهم، ورقة رند وشوية تابل وثوم. قسمتهم على مرتين، حطيت شوية توا وشوية قبل ما نطفي هكا على الصوص الدرجين. نحط نكمل يعني شوية تابل هذوكم خاطر يفوحوا برشا، التابل والثوم يفوح برشا في الاخر. والفلفل في الاخر بالطبيعة. ونخليهم يتقلوا هكاك للي تقرز يتهلكنا. الحق نحيها كذي كذاك، نحيه كله، خلي شوية بركة يعني باش ما تجينيش هكا المقرونة فاتحة هكا، ما خاطر الزيت يحمرها فهمتوا، كيف الكسكسي بالضبط. علاش في العروسات الكسكسي ديما يسقيوه المرة الأولى بالزيت متاعو، خاطر هذاك اللي يعطي لون مزيان هكا الكسكسي. بالطبيعة بعد ما كملت الصوص متاع المقرونة، توا باش نتعدو مرحلة ثانية باش نصمتو المقرونة. بالنسبة للمقرونة حضرت الماء، حطيت فيه بعد ما غلاه، حطيت فيه الملح والزيت، وحطيت ورقة راند تفوح زيادة على الاخر الماء. وبعد استنيت اللي تطيب، ما تحبهاش تطيب برشا، كل واحد كيفاه، فما اللي يحبها تطيب اكثر من اللازم، فما اللي يحبها نص طياب، خاطر بالرسمي المقرونه كي تطيب ياسر تتعجن واش من رايي ما تجيش بنينه هكاك، اصلا دارنا ما ياكلوهاش يعني طيبه ياسر. ومن بعد نخلط المقرونه نتاعي هاكا، نخليكم مع الفيديو ونرجع لكم بعد في صحن التقديم. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله تكون مقرونتي عجبتكم وطريقتي عجبتكم، وتشاركوني رأيكم يعني في المقرونة.
مقرونتي بالدجاج العربي حضرت، نودكم من شهيكم ان شاء الله قسمكم منها في الجنة. توا نكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو اليوم عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله نرجع لكم في فيديو اخر. نخليكم في جعة ربي حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.